كل شويه تحطيني على شفايفك وتصرخي لما تتشقق. في ايه يا عم؟ اهدوا شوية علينا. هو الخضار يطلع يزعق والفواكه تطلع تزعق، حتى صباع الزبدة بيزعق لنا. ايه ده احنا بقينا بلطشة للدرجة دي؟ هو انا مرطب شفايف ولا حبيبك التوكسيك؟ المنتجات دي علميا بتنشف شفايفك اكتر عشان تفضلي تحطي منها تاني. ايوه احط منها تاني وهشتريك واحط منك تاني. امال انا ارطب شفايفي بايه؟ وعلى فكرة احنا ما بنصرخش ولا انتوا بترطبونا، انتوا طالعين تكرهونا في نفسكم ليه؟ ما طول عمرنا بنستخدمكم. يعني بتدفعي فلوس عشان تفضلي في دايره الجفاف المقفوله يا جايفه. الله الله الله، هي حصلت للشتيمة كمان يا جايفة؟ وبتقولها عادي وفي وشي كمان؟ يد انا بشتريك وبدفع فيك فلوس وكمان بعمل لك قيمة، مش عاجبك بتشتمني كمان؟ يعني انا بقى فيا شعر ميت اكتر من اللي عايش على راسك. هو انا فرشه ولا بتعملي باروك احتياطي؟ اتفضل لم يا عم. حتى الفرشة اللي طول عمرنا بنرموها على التسريحة بعد ما نخلصوا طلع لها صوت وبتقولك باروك احتياطي، مش لما يكون يا اختي فينا شعر اصلا؟ علميا يا قبله فاهيتا، انت بترجعي كل الزيوت والتراب ومنتجات الشعر القديمه لشعرك النظيف تاني. يعني بتغسلي شعرك عشان ترجعي توسخيه بنفسك. وانت يا اختي مين قالك الكلام ده؟ على فكرة انا بنضفك قبل ما استخدمك مرة تاني، وما تحكميش على الناس من وجهة نظرك، انت بتوسخيه بنفسك. رجعي توسخيه بنفسك.